انا عايز اكد عليه، كل واحد فينا في الوسط الرياضي ممكن يكون ليه ميوله، هو حر فيها، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي مصراوي، تطلع اتحداوي، تطلع زي ما تطلع، لكن قدام الهوا في حق مشاهد، طبعا في حق ربنا اهم من حق المشاهد. انا عملت برنامج مصراوي دي كانت برامج زي اسماعيلاوي، دي قصه ثانيه، دي قصه ثانيه، لكن انا بتكلم في فكره ايه، حب اللي انت عايزه، لكن على الهوا في احترام يعني في اولا يعني خوف من ربنا سبحانه وتعالى، وفي احترام للمشاهد. يا ريت تقول الكلام ده لبعض الناس الاعلاميين المتلونين، ان هم يخافوا ربنا، يعرفوا ان هم هيتحاسبوا، هيعرفوا ان هم الواحد اللي اتهنطر عليا على الهوا يعرف ان في حساب، وان هو هيموت، وهيجي في يوم ملك هيقول له انت عملت كده، ظلمت البني ادم ده ليه، وانت عارف ان هو مظلوم. عارف لو انا اقول لك كلمه قبل ما اختم معاك، لو انا عارف ان هو يعرف ان انا مش مظلوم كنت اقول لك ماشي تعدي، لكن اقسم لك بالله عارف ان انا ولا اي حاجه نهائي، لكن للاسف ما عندوش ضمير. خلينا نقفل الموضوع ده كده، قلت رايك وجهه نظرك، مش عايز افكرك بحاجات سلبيه تاني، لكن برضو عشان يبقى حق الرد مكفول، كابتن مدحت شلبي لو زملائي في البرنامج، فريق التحرير، فريق عمل الاعداد، يحاولوا يجيبوا لنا كابتن مدحت، او كابتن مدحت يعمل مداخله، او اي حد من اداره القناه لو حابين يتكلموا، احنا تحت امرهم. اتمنى اخش لها على الهوا دلوقتي واحلفه بالله، اقول له انت راضي عن ضميرك، هقول له كلمه واحده، انت ضميرك بتنام مرتاح بعد ما عملت فيها كده وانت عارف ان انا مظلوم؟